أكيد كلنا شفنا أو سمعنا عربيات معدلة، ولقينا ناس بتقول دي موتورها متعدل لستيج 2 أو 3. فإيه هو الستيج تيون أصلا؟ وإيه الأرقام دي؟ بص، ستيج في التعديل يعني حزمة القطع اللي هتركبها في الموتور للتعديل وزيادة القوة. فكل حزمة أو باكج ليها تعديلات معينة وبالتالي قوة معينة. طيب تعالى نتعمق شوية ونشوف إيه هي الاستيجات أصلا. أولا عندنا ستيج 0، وده يعني ستوك. العربية بتكون بحالة المصنع بدون أي تعديلات في المحرك إطلاقا، زي معظم العربيات اللي بتشوفها في الشارع عادي. ندخل على اللي بعده، ستيج 1، ودي بداية اللعب الخفيف في الموتور. بتبدأ تركب فلتر رياضي لتحسين دخول الهواء للموتور، وبتلغي علبة البيئة أو آخر جزء من الإكزوست اللي يسمى بالكات لتحسين خروج هواء أو غاز العادم. بس خليني أقول لك حاجة، ستيج 1 معتمدة أكتر على السوفت وير تيونينج. انت ما بتعدلش قطع كتير في العربية، بس بتحسن أداء عربيتك بتعديل سوفت وير الموتور من خلال كمبيوتر العربية اللي بتعدل فيه نسب البنزين للهواء ووقت الاحتراق وتفاصيل تانية كتير ما تهمناش قوي دلوقتي. وستيج 1 ممكن ترفع قدرة عربيتك الحصانية من 5 ل 20 حصان. نخش على ستيج 2، بداية المتعة. بتركب تربو أو سوبر تشارج للموتور، ولو الموتور عليه تربو أصلا فبتبدأ بتعديل الانتركولر عشان تسمح بتبريد أحسن للهواء اللي داخل الموتور. وبتركب إكزوست رياضي أو داون بايب، وبتكون ماسورة فاضية من غير علب بيئة أو كات عشان تسمح بأكبر قدر من تدفق هواء العادم، مع تنزيل فايل سوفت وير أشرس طبعا. وهنضطر هنا إننا نحسن شوية في نظام الوقود بتركيب مضخة بنزين أقوى عشان نضمن إن البنزين يلبي احتياج الموتور. وستيج 2 بتزود من 100 لحد 200 حصان تقريبا على حسب التعديلات اللي مركبها. أما بقى ستيج 3، تعديل أكبر على التربو أو السوبر تشارج، وبتبدأ تعدل في قطع الموتور الداخلية زي البساتم والكامات ونظام بنزين معدل بالكامل وتبريد أحسن من كل الأنواع اللي قبل كده. وتعديل الجير أو نقل الحركة في الستيج دي يعتبر شيء أساسي عشان نقل الحركة يستحمل الباور اللي هيطلعه الموتور ويقدر ينزله على الأرض من غير ما قطع الفتيس من جوه تتضرر ومن غير أي مشاكل. وطبعا مش هننسى الخطوة الأساسية في أي تعديل، البرمجة اللي هتكون أشرس وأشرس مع كل ستيج بنطلعه. هنا التعديلات دي ممكن تديك من 300 لحد 600 حصان، وده رقم جامد جدا طبعا. اخر ستيج عندنا وده ليفل الوحش خلاص، وهي ستيج 4. انت هنا بتعدل داخلية الموتور تقريبا بالكامل مع تربو اكبر ونظام تبريد وبنزين واكزوست اقوى بكتير. وغالبا انت هنا عربيتك هتبقى للسباقات بس، غير صالحة للاستخدام اليومي ابدا، وهتحتاج صيانات كتير، ومش محتاج اقولك طبعا مبالغ كبيرة قد ايه. بس هتاخد ارقام مجنونة بتوصل ل1000 حصان على حسب السيت اب اللي انت مركبه. بس عايز اقولك ملحوظة بسيطة قبل ما نقفل الفيديو، التعديلات دي ممكن تختلف بشكل بسيط من مكان لمكان. يعني حزمة التعديلات دي مش ثابتة بالملي، ممكن ورشة تعديل تضيف حاجة زيادة أو تنقص، ولكن الكونسبت أو الفكرة من كل ستيج واحدة. وكده أكون شرحت لك ببساطة إيه هو الستيج تيون وكل التعديلات في كل ستيج. أتمنى تكون استفدت من الفيديو، وما تنساش تشترك في القناة وتكتب لي في الكومنتات تحب الفيديو الجاي يكون عن إيه. سلام.